في قلب القارة الإفريقية، بلد عرف يوما بلقب سلة غذاء أفريقيا، أصبح اليوم ساحة لصراع دموي لا يرحم. السودان أرض الحضارات والنيل العظيم تحولت إلى مسرح للحروب والانقسامات بين طموح السلطة وصراع السلاح، وثمن يدفعه شعب أنهكته الأزمات. من أين بدأ الصراع؟ وكيف تحول الخلاف السياسي إلى حربا تهدد بتمزيق وطنا بأكمله؟ هل هو صراع على السلطة بين قادة الأمس، أم مؤامرة تدار من خلف الستار بأموال وسلاح من خارج الحدود؟ رحلة في أعماق واحدة من أعقد الحروب في القارة السمراء. في 19 ديسمبر 2018 انقلب الشعب السوداني على عمر البشير وطالب بتنحيه هو ونظامه بسبب سياسته الاقتصادية اللي أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، وده اللي دفع المواطنين للنزول إلى الشوارع والمطالبة بإسقاط النظام. استمرت المظاهرات والاحتجاجات 4 أشهر، وفي المقابل قمع النظام المتظاهرين وفض الاعتصامات بالقوة، وده تسبب في وقوع قتلى وجرحى من اليوم الأول للانتفاضة. ولكن المحتجين قرروا عقد اعتصام متواصل قرب مقر قيادة الجيش، واللي كان بيقمع المتظاهرين هي قوات الأمن وقوات الجنجويد بقيادة محمد حمدان دقلو أو حميدتي، اللي ساهمت حكومة البشير بتسليح قواته، وفي 2013 وضعت لهم قانون على الرغم من انهم لم يتلقوا تدريب نظامي لا هم ولا قائدهم محمد حمدان دقلو اللي كان بيعمل في تجارة الإبل. بعد كده كون مجموعة من الشباب مهمتها حماية القوافل بين ليبيا ومالي وردع قطاع الطرق واللصوص، فاستطاع حميدتي تكوين ثروة كبيرة مكنته من تأسيس ميليشيا مسلحة زادت شهرتها لما شاركت في قمع التمرد في دارفور بتوجيه من حكومة البشير، وبقت قوة موازية مكونة من 40,000 مقاتل مجهزة بالعتاد والسلاح، وأعطاه البشير رتبة عسكرية وهو لم يدخل الجيش ولم يكمل تعليمه. وارتبط اسم الجنجويد بجرائم الإبادة الجماعية والتطهير القسري للقبائل غير العربية غرب السودان، وسرقة أموال المواطنين واحتلال بيوتهم وقتل مدنيين وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ورغم الانتقادات الموجهة لميليشيا الجنجويد إلا إن الثقة اللي كانت بتحظى بيها القوات من الرئيس السوداني عمر البشير منحتها مزيد من القوة والنفوذ لتكون إحدى أذرع النظام القوية، وغيرت اسمها إلى قوات الدعم السريع. وفي 11 إبريل 2019 انقلب حميدتي والجيش على البشير واستجابوا لمطالب المتظاهرين، وتمت إزاحة عمر البشير من السلطة واعتقاله بعد حكم دام 30 عام وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يحكم البلاد لمدة 2 سنين، وتولي أحمد عوض بن عوف وزير الدفاع رئاسة الدولة بحكم الأمر الواقع لأنه كان نائب الرئيس. ولكن المظاهرات والاحتجاجات استمرت في كل مدن السودان اعتراضا على تولي أحمد عوض بن عوف لأنه من نظام البشير. في اليوم التالي أعلن الفريق أحمد عوض بن عوف تنازله عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي واختيار المفتش العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان، ونجح حميدتي في فرض نفسه على المجلس العسكري ولو بشكل مؤقت، ومع الدعم اللي حصل عليه من بعض الدول الإقليمية من خلال الاعتراف به ودعوته لعدد من الاجتماعات، أصبح حميدتي مسؤول كبير في الدولة من غير انتخابات ولا أي شيء، بل إنه أيضا حصل على منصبه كنائب لرئيس المجلس العسكري الانتقالي بسبب تعاونه مع البرهان، وشكلوا حكومة مدنية وعينوا عبد الله حمدوك رئيس الوزراء. فبدأت حكومة حمدوك والقوى المدنية في التحقيق في الانتهاكات اللي حصلت للمدنيين أثناء حكم البشير، فشعر المجلس العسكري أن التحقيقات هتطول قيادات عسكرية مهمة. وفي أكتوبر 2021 انقلب عبد الفتاح البرهان بالتعاون مع حميدتي على السيادة المدنية بما فيها رئيسها عبد الله حمدوك، واعتقلوه هو وأغلب الوزراء والسياسيين وألغوا السيادة المدنية. لكن بعد شهر عاد عبد الله حمدوك إلى منصبه. في 2 يناير 2022 أعلن عبد الله حمدوك استقالته في مكالمة هاتفية بثت مباشرة على التلفزيون. وفي أول زيارة خارجية لحميدتي توجه حميدتي إلى السعودية في 24 مايو 2019، التقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لعدة ساعات في مدينة جدة، وبحث الاثنان سبل التعاون بين البلدين. تحركات حميدتي أثارت الجدل الكبير في الداخل السوداني
اتهمت ميليشيات الجنجويد بفض الاعتصام حول مقر القيادة العامة في الخرطوم، اللي عرفت لاحقا بمجزرة الخرطوم، اللي بيصعب تحديد عدد ضحاياها، وقيل انه تم قتل 100 شخص من المتظاهرين، والقيت حوالي 40 جثة في نهر النيل. كانت ميليشيات الدعم السريع وراء عمليات الاغتصاب وتعذيب العشرات في شوارع الخرطوم. دانت العديد من المنظمات الحقوقية بما فيها هيومن رايتس ويتش، المجلس العسكري السوداني بقيادة البرهان لقطع الانترنت عن الشعب السوداني، ووصفت الفعل ده بانه انتهاك صارخ لحقوق الانسان، وهاجمت وسائل الاعلام الدولية المجلس العسكري واعتبرتها علامة على عودة الديكتاتورية. واللي بيعتقد الكثير من النشطاء والثوار ان قطع الانترنت عن كامل السودان كانت محاولة من المجلس العسكري لإخفاء ما قامت وما تقوم به ميليشيات الدعم السريع الإرهابية من انتهاكات في حق المواطنين. فميليشيات الدعم السريع أصبحت عائق للانتقال السلمي للسلطة ومدنية الدولة وسيادة القانون، لأن أهم مطالب الثورة السودانية كانت إسقاط نظام البشير وتشكيل حكومة مدنية وعودة الجيش للسكنات وحل قوات الجنجويد. تلف حميدتي وعبد الفتاح البرهان لأن البرهان كان عايز يضم قوات الدعم السريع للجيش، فرفض حميدتي وأعلن التمرد على الجيش السوداني. وفي 15 إبريل 2023 شن هجوم كبير على مقر القيادة العامة للجيش ومطار الخرطوم الدولي ومقر الإذاعة والتلفزيون. انفجر المشهد بالكامل، ووصف حربه بأنها ضد الإسلاميين المتطرفين ولتحقيق الديمقراطية وضد الحكومة المدنية لكسب ود الولايات المتحدة والغرب. وانتهج الدعم السريع قتل خارج نطاق القانون والاغتصاب وسرقة المال العام، تمثلا في مقدرات السودان من الذهب واحتلال بيوت المواطنين، تخريب المؤسسات الوطنية بما فيها متحف السوداني القومي، وتهريب المخدرات. زود قواته بمرتزقة أجانب من النيجر ومالي وتشاد، وصل عددهم ل100,000 مقاتل. يعتبر محمد حمدان دقلو المسؤول عن أسوأ أزمة في السودان، مئات القتلى وآلاف الجرحى. في البداية الدعم السريع سيطر على كل شيء وارتكبوا الكثير من المجازر وشردوا آلاف السودانيين، ولكن بعد بضعة أشهر بدأ الجيش يلملم صفوفه وبدأ يطارد أفراد الدعم السريع، إلى أن وصلنا لمارس 2025. أعلن الجيش استعادة معظم أجزاء الخرطوم والقصر الرئاسي والمطار. في أواخر أكتوبر 2025 شنت قوات الدعم السريع هجوم واسع النطاق على مدينة الفاشر، آخر معاقل القوات المسلحة السودانية في دارفور، وهي عاصمة شمال دارفور، وأعلنت سيطرتها الكاملة على المدينة بعد حصار دام 500 يوم وهجمات متواصلة من قبل الجماعة المسلحة اللي تسببت في مجاعة في مخيمات النازحين داخل المدينة، وهجمات غير قانونية وعمليات قتل جماعي على الفارين من المدينة وسط أزمة إنسانية كبيرة، وعمليات نزوح جماعي وفظائع وجرائم مرتكبة ضد المدنيين، وقتل أكثر من 2000 شخص أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن، وقتل 460 طبيب وممرض في مستشفى الولادة السعودي، واختطاف المواطنين وطلب فدية مقابل إطلاق سراحهم، ونهب المستشفيات والمرافق الطبية. اتهمت دولة الإمارات وفقا لتقارير إعلامية وتقارير خبراء من الأمم المتحدة بتقديم الدعم المالي والعسكري لقوات الدعم السريع، رغم نفي الإمارات لذلك. تم تمويل حميدتي من قبل الإمارات، والتقى بزعيم الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في فبراير 2022، لأن الإمارات بتسعى لتوسيع نفوذها الاقتصادي في السودان في مجالات تهريب الذهب والمعادن الأخرى، وهو مصدر دخل رئيسي لقوات الدعم السريع، وهدفها أيضا تأمين نفوذها في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي الاستراتيجية. ودولة تشاد اللي بتستخدم طرق معقدة لإيصال الإمدادات العسكرية إلى قوات الدعم السريع، زي طائرات الشحن اللي بتتوقف في دول مختلفة قبل الوصول إلى تشاد لضمان مصالحها الأمنية والحدودية، خاصة مع تدفق المرتزقة واللاجئين عبر حدودها. وبينما تتصارع القوى على الكراسي والثروات، يبقى الشعب السوداني هو الضحية الأكبر. ابحث عن الأمان بين ركام المدن وأصوات القذائف. تستمر الحرب وتتغير الوجوه، لكن يبقى الأمل في أن يعود السودان كما كان. فالحروب لا تترك منتصرين، بل فقط أوطانا جريحة تبحث عن السلام.